بعض قبل الهدف هتلاقي فيه لمسه يد على لعيب سان داونز زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي ديت لمسه اليد موجوده والمدافع استفاد بالكوره. يعني هنا اول حاجه هنشوفها مع بعض، هنا خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الاتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا برضو خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض كده هتلاقي لعيب سان داونز بيستخدم اليد في وش لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي الحكم حسب المخالفه لازم يبقى معاه انذار، لكن هنا الحكم حسب المخالفه بدون انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا لاعيبه الاهلي كانت بتطلب بضربه جزاء. الكره دي ما اتعادتش من زاويه قريبه علشان توضح هل في ضربه جزاء ولا لا، فطبعا هنمشي مع قرار الحكم ان ما فيش ضربه جزاء. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لعيب سان داونز ما لعبش على الكره وعمل التحام بقوه مع لاعبي النادي الاهلي. اللعبه دي ما اتحسبتش اي حاجه، يعني لعبه زي دي لازم الحكم يحسب مخالفه وكمان يدي اللاعب انذار، لان هنا في تعمد. اللاعب ما لعبش على الكره وتعمد ان هو يلعب على جسم لاعبي النادي الاهلي. لعبه طبعا غريبه جدا، الحكم ما حسبش اي حاجه في اللعبه ديت. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا لصالح لاعبي النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه من لاعب سان داونز على قدم لاعبي الاهلي. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا حكم الفار جاب الحكم يشوف هل في ضربه جزاء على لاعبي النادي الاهلي ولا ما فيش. لما نشوف مع بعض اول حاجه هنا اهوت، لو لاعبي النادي الاهلي لمس الكوره ما بيبقاش في ضربه جزاء. طيب نعرف منين ان اللاعب لمس الكوره ولا لا؟ من اتجاه الكوره. لو اتجاه الكوره اتجاه السهم اللي انا عامله ده، يبقى لاعبي النادي الاهلي ما لمس الكوره ويبقى في التحام وكان في ضربه جزاء. لكن لما نشوف مع بعض هتلاقي الكوره اتجهت اتجاه لاعبي النادي الاهلي بالسهم الاحمر اللي انا معلم عليه ده، معنى كده ان لاعبي النادي الاهلي نجح ان هو يلمس الكوره زي ما احنا بنشوف مع بعض. فطبعا هنا طالما اللاعب لمس الكوره بعد كده حصل الالتحام ما بيبقاش فيه ضربه جزاء، وده طبعا اللي شافه الحكم، وهنا طبعا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد، طبعا هنا استخدام اليد موجود والخطا صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا على لاعب سان داونز. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب متعمد برضه ان هو يستخدم اليد في وش لاعبي النادي الاهلي. هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه المهمه جدا في المباراه، وهو هدف التعادل لفريق سان داونز. ونشوف مع بعض قبل الهدف هتلاقي فيه لمسه يد على لعيب سان داونز زي ما احنا شايفين مع بعض. لعبه زي ديت لمسه اليد موجوده والمدافع استفاد بالكوره. يعني هنا هجمه لصالح النادي الاهلي، حصل لمسه يد من لعيب سان داونز زي ما احنا شايفين مع بعض واستفاد من الكوره. الحكم ما حسبش في اللعبه دي مخالفه، لكن طالما المدافع استفاد واحرزوا منها هدف كان لازم الفار يتدخل ويراجع الحكم ويقول له تعالى شوف اللعبه من بدايتها فيها لمسه يد على اللاعب وعلى مدافع سان داونز. لو كان الفار اتدخل وجاب له اللقطه اللي احنا جايبينها دي، يعني كان بنسبه 100% الحكم ممكن يلغي الهدف. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه النادي الاهلي وفريق سان داونز.